بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكل عملاء الهندسية، طبعا احنا كما عودناكم كل ما هو جديد في عالم الهندسية موتورز من عالم التطوير. النهاردة بتقدم الهندسية تروسيكل نقل بضائع ماركة الهندسية فهد موديل 2025. ما شاء الله تبارك الله. قبل ما نحكي على المواصفات احنا بناخد جولة في التروسيكل، الصندوق الخلفي، تروسيكل نقل بضائع حمولة 1 طن. بعد كده احنا بنتكلم على مواصفات التروسيكل وايه الافكار الجديدة اللي قدمتها وطورتها الهندسية التي تواكب متطلبات السوق. اولا، مساعدين امامية من اضخم المساعدين اللي في السوق، اللي هي بتتحمل قوة تحمل مع مرونة. ثانيا، فانوس امامي مكون من اللمبات الليد على شكل نجمة، والفانوس الكفر حديد وليس فبر، يعني انسى ان الفانوس يتكسر منك تاني. اشارات امامية مميزة، وش امامي كأنه وش عربية ما شاء الله تبارك الله، مع شاسيه فوانيس شبورة امامية، فانوس 2 مع هيكل الفهد الامامي. اولا بنتكلم على الشاسيه. شاسيه ما شاء الله تبارك الله، شاسيه دبل امامي. اول مشكلة المصنع الهندسية حلها الزور الامامي. الزور الامامي ده يعني نقدر نقول 99% من تروسيكلات مصر بيتكسر بعد 3-4 شهور من التحميل. تم تصميم الزور الامامي بقوة مع مقاومة أحمال، بحيث إنه يتحمل عليه ضمان 5 سنوات إن الزور ده ما يتكسرش. يعني إحنا بنتحدى أي مصنع في السوق إن إحنا بندي ضمان على الشاسيه 5 سنوات. الفكر التقليدي إن هنا بيكون في من قدام تانك، والتانك تحتيه موتور. طبعا إحنا لغينا الفكر التقليدي بالكامل وعملنا مقعد كرسي كأنك بتسوق عربية. قدامك دواسة كبيرة ما شاء الله، هنا عصاية الغيارات، هنا دواسة عريضة، وهنا رجل الفرامل. طبعا مرشدين للخلف، وهنا البريك، عصاية البريك. المحرك أسفل الكرسي، قوة المحرك 200 سي سي. شاسيه عربية دبابة وليس شاسيه تروسيكل. الهندسية ماركة الفهد كلها خامات محملة جامد غير الخامات الصيني نهائيا. صندوق ما شاء الله تبارك الله. قاعدة الصندوق محببة. عرض الصندوق 120 في 180 سنتي. إضاءة خلفية ليد. خامات صندوق مختلفة عن خامات الصيني نهائيا. هنا طبعا خزان الوقود، وهنا مروحة التبريد، وزي ما شرحنا في الأول المقعد بالدواسة الأمامية بالشكل الخارجي. احنا بنقدم وحش وليس تروسيكل، يعني ده حرام يتسمى تروسيكل. احنا بنقدم عربية عفوا بنقدم عربية بيك اب. كمان عملنا إضافة أخرى في الصندوق. لو الصندوق برضو
لو الصندوق عندك مثلا عمال او اي حاجة عاوزهم يركبوا جوه الصندوق، عملنا نظام كنبة فتح وقفل ما شاء الله، كنبة عريضة وبتتلم في ظهر الصندوق. نيجي كمان نشرح العفشة الداخلية ما شاء الله تبارك الله. هنا الاستبن الكوريك، حلينا مشاكل البطارية الصغيرة. يعني دائما اللي بيشتري تروسيكل بيروح يجيب له بطارية توك توك 25 امبير على 12 وبركبها ليه. هنا احنا حلينا المشكلة بالكامل. بيت البطارية ما شاء الله تبارك الله، بطارية قدرة 25 على 12 امبير، يعني الزبون مش محتاج يعدل تاني. قوة العفشة دي سوست عربية، يعتبر عربية نص نقل، كورونا بفلانشة، البطيخة بتاعت الكورونا، وفي اتنين مساعد لامتصاص المطبات اثناء الحمولات. ضخامة الشاسيه ما شاء الله تبارك الله، مفيش شاسيه في السوق تحدي اقوى من الضخامة ديت. يبقى احنا حلينا مشكلة البطارية، حلينا مشكلة المقعد الامامي، حلينا مشكلة الشاسيه اللي بيتكسر مع الناس، وعملنا لك هيكل وتصميم وديزاين يعني مفيش اروع ولا اجمل من اللي انتوا شايفينه معانا في الفيديو، وعن طريق تجارب وبضمان الهندسية موتورز. نحن صناع الجودة وبكل فخر صنع في مصر. نيجي نتكلم كمان على الضفيرة. من بعض مشكلات التروسيكلات الصيني الضفيرة، احنا عاملين ضفيرة عربية، يعني مش ضفيرة تروسيكل، خامات نحاس 100%، قوة متانة. بصور الضفيرة، كابلات الضفيرة حاجة مميزة جدا. بالإضافة إن إحنا بنقدم تروسيكل الهندسية نقل البضائع، وكمان إحنا بننافس في الأسعار، يعني بالجمال اللي إحنا بنوضحه في الفيديو، مع القوة مع المتانة، وكمان منافس في السعر، يعتبر سعره زي سعر التروسيكلات اللي هي متاحة موجودة في السوق. بالعكس أنت ما بتشتريش تروسيكل، لا أنت بتشتري عربية نص نقل. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.